لما انا ابني يبقى كبير واقول له اطلع يا حبيبي سلم على عمو، ويقول له عامل ايه يا حبيبي، فابني مش عارف يرد عليه الرد المنطقي والطبيعي، ابقى انا هنا عندي مشكله. ولادنا من غير ما نحس هم مش قادرين حتى يتناقشوا في مواضيع عاديه مع اقرب الناس ليهم. لما انا ابني يبقى كبير واقول له اطلع يا حبيبي سلم على عمو، ويقول له عامل ايه يا حبيبي، فابني مش عارف يرد عليه الرد المنطقي والطبيعي، ابقى انا هنا عندي مشكله. لما بنتي تقعد طول النهار ماسكه الموبايل، انا مش عارفه هي بتعمل ايه طول النهار عليه، يبقى انا عندي مشكله. يبقى طبيعي تزهق لما اجي اقول لها بقول لك تعالي ساعديني في حاجه، انا محتاجه رايك في حاجه، شاركي اختك في حاجه، شاركي اخوكي في حاجه. هي خلاص هي خدت على الوحده طول الوقت، هي مبسوطه حاسه ان ده بالنسبه لها احسن حاجه. تشارك ليه؟ يمكن في امهات تانية بصراحه طول الوقت شغالين عن ان هم يلعبوا ولادهم رياضه والعاب جماعيه عشان خاطر الولاد تطلع عندها روح اجتماعيه، لان احنا افتقدنا كل الحاجات. احنا اصلا كعائلات كل واحد بقى في دايره مش فاضي حتى يسلم على التاني.